السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكون الاحوال ديالكم طيبه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا الميني كيك بطريقه جد سهله. ننتقلوا من طريقه التحضير. عندي هنا 3 بيضات، غنضيف 1 الكيس من الفاني، غنضيف رشه من الملح لتعديل الذوق، غنضيف نصف كأس من السكر. غنضرب هاد المكونات مزيان حتى نتحصل على واحد الخليط يميل الى الابيض على هذا الشكل هذا. وانا كنطرب غنضيف نصف كأس من الزيت النباتيه، غنخلط مزيان وغنضيف واحد الياغورت ديال فلان كراميل، غنخلط مزيان. غنضيف هنايا واحد الكميه من الجوز او القرقاع اللي بشرته وغنضيفو الخليط، وغنضيف واحد الملعقه كبيره من الشوكولا فيرميسيل وغنخلط مزيان. وغنضيف واحد الكأس من الدقيق، عندي هنا كأس عنبه طبعا غادي نغربلو مزيان. وغنضيف كيسين من خميره الحلويات من فئه 8 غرام. صافي غنخلط مزيان على هذا الشكل هذا. وفي الاخير غادي نضيف واحد الملعقه كبيره من الخل. صافي هنا هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه. دابا نمروا باش نعمروا لي ميني مول ديالنا على هذا الشكل هذا. غنوضع ملعقه ونصف في كل مول وغنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل جميع لي مول ديالي. صافي هنا غادي ندخلهم يطيبوا على درجه حراره 180 درجه. والخليط اللي بقى لي غنسكبو في هذا المول هذا اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغندخلو يطيب كذلك على 180 درجه. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا. ودابا ندوزو باش نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه كنحتاجو فيها كأس من الحليب، غنضيف واحد فلون بنكهه الفاني، غنضيف 3 ملاعق كبيره من السكر، وكتبقى الحلاوه على حسب الذوق. وغنضيف ملعقتين كبيرتين من النشا او مايزينا، تقدروا كذلك تستعملوا كريم باتيسري. هنا خديت واحد الكاس اللي عصرت فيه نصف ليمونه وكملت بالماء حتى تعمر لي الكاس، يعني عصير الليمون مخلط مع الماء. غنضيفوا الخليط ونخلط مزيان على البارد حتى ينسجموا لي العناصر مزيان. عاد غنوضعوه فوق النار وغنبقى نخلط مع التحريك المستمر حتى نتحصل على فقاعات على هذا الشكل هذا. وفي الاخير غنضيف واحد ملعقه صغيره من الزبده. صافي هنا من بعد ما ميني كيك ديالي طابو غنوضع فيهم الكريمه في الوسط على هذا الشكل هذا، وغنستمر على هذه الطريقه حتى نسالي جميع القطع. بالنسبه للكريمه اللي تبقات لي غنوضعها في المول على هذه الطريقه هذه، وغناخذ الكيك ديالي وغنوضعه فوق منه وغنتكي عليه مزيان. صافي وغنتكي عليه مزيان وغنخليه حتى ياخذ الحراره ديال المطبخ. عاد ندخلو النبره باش يزيد يبرد مزيان على هذا الشكل هذا.
صافي هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك ديالنا اللي زينتهم بالكركاع على هذا الشكل هذا، وكيبقى التزيين على حسب الذوق. والكيك الثاني جا على هذا الشكل هذا كذلك، كيجي منظر ديالو مزيون وحتى المذاق ديالو كيجي مزيون. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم شكلا ومذاقا. شكرا لكم على المتابعة، والى فيديو قادم ان شاء الله.